حتى في الأنفاس الأخيرة يجدون يجتهدون في تحصيل العلم النافع. الإمام ابن جرير الطبري تذكر له فائدة على فراش الموت فيدعو بالمحبرة والصحيفة، فيقال له يا إمام في هذا الوقت، فيقول لا ينبغي لطالب العلم أن يدع اقتباس العلم حتى الممات. ابن مالك صاحب الألفية من شدة حرصه على العلم أنه في يوم موته حفظ 7 أبيات في شواهد للنحو لقنه إياها ابنه. يقول ابن القيم أيضا حدثنا شيخنا ابن تيمية أنه أصيب بمرض، فقال له الطبيب إن مطالعتك وقراءتك يزيد في مرضك، قال لا أستطيع، طلب منه أن يهدأ ويأخذ إجازة أياما، قال لا أستطيع. حرص. نحن نسلي أنفسنا بهذه الحكايات والقصص لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. ابن جرير رحمه الله تعالى يقول لتلامذته أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه، فاختصره في 3,000 ورقة وجعل يمليه في 7 سنين. وهذا هو التفسير الموجود بين أظهرنا، تفسير ابن جرير الطبري. أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه، فاختصره في 3,000 ورقة وأملاه في كم؟ في 7 سنين. قال لهم مرة أتنشطون في كتابة التاريخ من لدن آدم إلى وقتنا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. فقالوا المقولة السابقة، قال الله المستعان ماتت الهمم، فاختصره في نحو ما اختصر به التفسير. فالذي ينقصنا إخواني في الله هي الهمة العالية والحرص على الوقت. ولو أن الإنسان ولو لم يرزق من الذكاء ما يرزقه غيره، لكن جد واجتهد واستمر، فإنه إن شاء الله تعالى يصل إلى حصيله. ما ينفع أن تجري جري الغزلان ثم تنقطع. كم كان معنا من الزملاء ممن كان لنا قدوة في طلب العلم، ذكاء عظيم وجد واجتهاد ليس له نظير. إذا قمت في الليل رأيته على الشموع يقرأ ويحفظ، وهكذا من الذكاء ما تحتقر نفسك عنده، لكنهم لم يوفقوا في الاستمرار في طلب العلم. وبعضهم قد يكونون أقل في الذكاء من إخوانهم أولئك بدرجات، لكنهم استمروا وفتح الله عز وجل عليهم. فالإنسان لا يأس من نفسه، بل يجد ويجتهد ويستمر في تحصيل العلم النافع. فاحرص يا طالب العلم على أن تستمر. العلم واسع والعمر قصير. العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، فكيف لو أعطينا لهذا العلم فضول أوقاتنا؟